الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة وهداية للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب الأكارم، ما زلنا مستمرين في حديث سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، والوصية الثالثة: أن أصل رحمي وإن قاطعوني وجافوني. الفائدة من هذه الوصية أيها الأحباب الأكارم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. ويقول الله تبارك وتعالى للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، رضيت بذلك. أيها الأحباب الأكارم، لا خلاف أن قاطع الرحم منزوع البركة، منزوع الأهل، منزوع الأصحاب، وواصل الرحم فيه البركة، معمور الديار، معمور الأهل، معمور الأموال، فيه سبحان الله من السرور العجيب. أيها الأحباب الأكارم، لأنه طبق سنة الله، لأنه طبق شرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان واصلا لرحمه وإن كانوا كفارا وإن كانوا أعداء. أيها الأحباب الأكارم، مكارم الأخلاق 10: أولها الحياء، وآخرها صلة الرحم. ويقول الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أيها الأحباب، الفائدة من هذه الوصية كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصلت قاربك وأرحامك ازداد المجتمع ثقة وإلفة ومحبة، على عكس ذلك إذا كنا مبتعدين متفرقين ومتشتتين عن بعضنا البعض، فكيف سوف يكون مجتمعنا الإسلامي؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.